هنعمل النهارده كيكه براونيز بدون بيض، سهله جدا وطعمها رهيب بجد، هتعجبكم قوي. 100 جرام من الشوكولاته، 5 معالق كبيره من الزبده، تلت كوبايه من السكر، حطيتهم في طبق ازاز وبعد كده حطيتهم جوه كاسرونه فيها ميه سخنه كده ودوبتهم. المكونات الجافه هنحتاج كوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من الكاكاو وننخلهم. هنحط كوبايه من الحليب الدافي على المكونات السائله وبعد كده ننزل بقى بالمكونات السائله على المكونات الجافه. لقيتوا الخليط محتاج زودوا حليب دافي، انا لقيته محتاج فزودت لحد ما يبقى قوامه كده. صينيه مقاس 24 اديت لها دهنه زيت وحطيت فيها الخليط وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد لما الخشبه تخرج نضيفه. خرمتها، تلت كوبايه من الشوكولاته، نص كوبايه من الحليب السخن، ندوبهم مع بعض ونسقي بيهم الكيكه بتاعتنا. كوبايه من الكريم شانتيه ونزلت عليها بميه بارده بالتدريج لحد لما مسك نفسه كده وبقى تمام. حطيته فوق الكيكه وسويته كده اهوت وظبطته، بعد كده دخلتها التلاجة علشان تمسك نفسها على ما اجهز جناش الشوكولاته. للجناش هنحتاج نص كوبايه من الشوكولاته ونص كوبايه من الحليب السخن وقطعه من الزبده. هندوبهم مع بعض وكده بقى جاهز معانا الجناش. هنحطه بقى فوق الكيكه بتاعتنا، نظبطها كده، رشيت عليها سبرينكلز شوكولاته، دخلها التلاجة تمسك نفسها شويه وبس كده. بجد لذيذه لذيذه لذيذه، ما تتخيلوش طعمها حلو قد ايه، ومفيش فيها بيض خالص، الناس ما بيحبوش البيض. جربوها وليه رايكم فيها.